يا جدعان جيت همام جيم، عندي تمرينه مع احلى كلاينت عندي كيكو. يا جدعان كيكو بجد والله يا جدعان من اكتر الناس اللي تلعب معايا، فلا هتعمل ترانسفورميشن رايقه. انا بقول لكم بس من دلوقتي والله هكتبها. عملت فيها تاني خالص. بس يا جدعان هرجع عشان هو بيضحك كل ما اتكلم. بعد ما ضحكته وهو بيكمل ست اهو توصل للفيلر اهم حاجه في كل التمارين. بس هو بقى كام عدى الصعبين هم اللي هيخليك تبقى وحش قدام. كيكو هيعمل بي ار النهارده 12 كيلو اول مره يلعب بيه في البنش. يلا بينا. عاش. زق 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 ايزي ايزي يلا. يلا مش اقل من 6 عدات يلا. 2 زق زق. يلا 3 زق 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 زق. ماشي ماشي سهل سهل. دخل فوق كده شويه بقى. يلا زق 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 زق. ايزي. كيكو بعد البي ار يعني مش هنقول فيل بس يعني مش وحش. يعني ايه كويس ها. المره الجايه هيجيبها كده كده هيجيبها و10 عدات كمان. انا بقول لك من دلوقتي اتشجع بس. هو بيعمل اكتر سبيسات بحبها سايد ريس. هو بدا يفايز خلاص هو الفيلر اهم حاجه. يلا زق زق حلو قوي زق زق بس عاش. يلا بعدين بس وبعد الكتف الجانبي بتخش بقى واحده ايه كتف امامي. التمرين دي تحفه برضه. بس ورا بعض بقى. دي بقى يا جدعان اكتر سبيسات بحبها التروي برضه. قلت يا رواق النهارده بدل ما يعمل بروجرام من كتفه دايما غيرنا بس كام حاجه في الاخر في الكتف والتروي. ايه رايك في السوبر سات يا كيكو؟ حلوه؟ اول مره اشوفها؟ بس كده خط كتف وخط تراي بدا يبان اهو. يا نهار ابيض. اول مره اشوفه والله. جامد. قال لك خلصنا التمرينه، كانت تمرينه جميله. ايه رايك فيها؟ تمرينه جامده جدا. ولسه بقى هنخلصها باحلى بقى. هعلمك تعمل بوزنج حلو بقى، نظبط البوزنج. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا.